كل ده لابسه العبايه ومفيش حاجه تحتها. انا سمعتك يا نادي، اسمعني، انا سمعتك دماغي بقى انت سمعتك. انا معاك وانا بقول لك ايه يا نادي في واحده هناك برضه اللي هي لابسه ضيق، هات الجنود وروح هناك ولعها هدومها. انا معاك يا بص ضيق بتقطع، روح لا كمان ولعها هدومها. ما هناك. ينفعش ان انا واحده ماشيه في الشارع ولعها هدومها، ما ينفعش ده خالص. ماشي دلوقتي بتتكلم بتقول ايه؟ اصل هي لابسه لبس ضيق لازم هدومها تتقلع. يا ابني ضيق فين؟ انا ما شفتهاش قدامي اصلا ضيق ولا مش مش لابسه انت ضيق ولا ايه. انا ما ينفعش ان هو اللي هم الجيش اللي هم عملوا كده. ايوه ما ينفعش ان هم مثلا خدوا واحد يعني كده. اتفضل قول. بقول له ما تشتكش طلعت عشان يعني عايزاني اعمل ايه؟ طيب خلاص تمام. ايوه انا بقول لك ما ينفعش المنظر الجيش اللي هم عاملين فيه كده. بس ما ينفعش ولا اي حد. عارف انت عارف لو الشرطه عملتها هتكون هينه شويه، لكن جنود يحموا وطن اللي هم مذكورين في القران خير الجنود الارض بتاع ده يعملوا منظر ده عار علينا يا جماعه. عار ليه يعني؟ قول عار جنود المصريين اللي عملوه ده عار. لو الشرطه نورين منهم انهم يعملوا ألعن من كده ماشي. نور حاجه قديمه طبعا. عاصم مبارك طبعا كان يجيبوا ناس تحت الارض ويعملوا فيهم كل حاجه ماشي. شرطه عاديه، لكن جند اللي احنا طالعين في 25 يناير كان واقف يحمينا وواقف جنبينا وكده يعمل حاجات. انت الجند ده قدره ما ترميش عليه كلابل، ما تولعش. اقول لك دي دكتوره اللي وقفت الدبابه اللي وقفت اتصورت عليها دي انا والله العظيم بتاع الثوره. عسكري لكم حاجه بس والله العظيم 3 بتاع الثوره لحد دلوقتي ما مسكت اللي هي ضربه واحده ونقطع على حد. انا محتاج اسمعني طيب، وانت واقف في حالك دلوقتي وانا جيت لمؤاخذه ضربتك بالقلم هتسيبني؟ اعمل لك ايه يعني؟ اضربك. هي البنت ما جيت على بنت مهما عملت فيا دكتوره انا مش عارفين احنا مالنا. اقول لك كلمه استاذ اتفضل. ايه يا عم انا مش ضمن الثوره. طب يا جماعه انتوا موافقين الناس قالوا هو دي بص دي حاجه اسمها انت راجل بتعلم فروق فرديه. في واحد اتحكم في اعصابه شدك من هنا، وفي واحد جاب لك السوسه كلها. خلاص ما تمسكنيش بقى يا اسطى تعملها قصه بقى. مش حوار هو ده بيتحكموا الجنود على الاقل. طب انا لك كلمه استاذ. الله يعني ده متعرف. خارج عن شعور بيعمل اي حاجه غصب عنه. حاجه تصوره واحد يمسك كده والثاني يقلع والثالث يا عم ما بتتفرجش في البلكونه تحت بلكونتك وبتتفرج كتير. بتنزل عنطر بتعمل عنطر وبتروح تحوش بتقف في بلكونتك. دول بلطجيه صح. دول جنود على الوطن يا حاج. ما بتشوفش خلاف في الشارع. جنود وظيفتهم انهم يحموا الوطن. من البيت واللي حصل للبلد وضع البلد صح؟ لا طبعا. مين اللي ماسك البلد؟ مدير وهو اللي خرب. طب انا اقول لك هتدافع بقى مهما تدافع هو اللي خرب. صح كده انت صح. خربها من ايه؟ خربها من قله الادب ديت اللي انت شايفها. لا طلع قله الادب، انا جايب لك قله الادب في الاخر. هات شغل الناس. طلعها حته من الاول. مين اللي جابها؟ نصيد اللي هو الشعب. حسني مبارك شيخ المنصب والدعم الحرام اللي وراه هو اللي مشيت ده. مين اللي جاي ومين اللي قاعد معاه؟ جماعة الرجولة في يتم بنات اقرا كده مش اقرا انت كده عمال تتكلم اقرا. يبقى هو اللي جابك. ايه؟ حسن مبارك اللي جابك. انا كاميرتها اساسا صغيرة فبتجيب بالعافية. في مصر. واحد بيرد يقول لك ايه؟ يقول لك عشان هي يعني اللبسة دي ليهم حق انهم يعلقوا هدومها بالذمة. ده كلام. واخد بالك فيها؟ طب يا عم من حسن انت عايز اقول لك ايه يعني؟ طب بلاش دي يا عم. يعني هي دكتورة ونفس الوقت كانت شغالة صحفية يعني الاثنين مع بعض. تسألها هدومها والجنود يعلقوها. لا واحمد دفع يقول كانوا بيداروها. واحد هي لابسة عجام جاكيت قميص، واحد ست جاكيت. لكن الغلط انا صورة بس انجليزي. اسمع يا استاذ، الناس كلها كانت منهم بتتعشى كباب والناس كلها كانت بتاع الشكوفة. وانا عايز
عشان 8 سنين كل واحد عميد. هي الفكره مش الصورة دي عايزين نعمل اللي هي لجمة الرجولة، احنا اسفين يا ست البنات. يوم الخميس عيل صغير سنه 8 سنين يقول واحد عميد شرطه عميد جيش معاك. تحت الجسد. العادي ده المفروض يتجه الدرب يحترم كل حاجة. كانوا قاعدين دم يجيبوا ملاش الدرب يتحبس بس. لا يروح لكن بنت على واحدة بنت عشان واحدة عامل كده. علاقتها هي اللي رمت طوبة ولا بتعالج الناس والصغار الصحفية الاثنين مع بعض. دكتور الصحفية. هم اعترفوا فيها وخافوا يحلوا. لا يعني هو عندها قال لك هننظر الموضوع ده فيما بعد، ولكن جنود الظروف كان حالتها النفسية تعبانة. يعني ايه كلمة تعبان؟ يعني واحد ظروف تعبان يروح يعرى واحدة فصناص غير انهم يخطبوه قدام الشارع، والناس تقول لك عادي اللي يحصل يحصل. ومراتي ومراتك معلش كل واحد تبع الثورة لما خدوا ايه زيادة المرتبات تكافؤ الداخلية على أهلنا وعلى مين اللي اتحاكم؟ بيقول لك كل ما اتكلم عمل ايه؟ كنت فين عمل ايه؟ اللي هو الجيش عمل ايه؟ والناس الجيش. احنا قلنا القائد احنا لسه عايزين طنطاوي. المجلس العسكري انا كنت اعلام، انا هقول لك حاجه، انا كنت اعلام. في فرق بين سلطه حاكمه وفي فرق بين هي سلطه عسكريه. المشير اللي هو حاليا هو سلطه حاكمه، لكن الجيش ده وجيش فعلا الحاجات دي بس اللي هم اللي عملوا فكره دول كل حاجه هو حاكم حسن مبارك. دي تمثيليه بيعملوها الناس يا جدعان. انتوا يعني في تعرف مسلسل عارف فيها حسن مبارك عصام الشيخ 5 نجوم معموله مش معموله للمصريين، معموله للاجانب اللي بره. عارف يا عم والدرجه الاولى في غرفه مكيفه وتلفزيون LCD كل حاجه. دقتك درع وساعد عليك درع. لا دكر يا عم مش ماكله النهارده، انا عامل احنا شعب عسل والله صعب 10 بس صعب عظيم. كان لسه تتخانقوا اديته درع. الجيش بقى له 10 شهور ده كلام حسن مبارك بيقول لك فيها مندفع. عم هو حسن المخابرات قالت الاسبوع اللي فات ان الطرف الثالث مسكناه فين اهو. الاثنين جنب بعض. لو انت هديت واستوعبت الكلام رفع قضيه على انه يا عم انا هادي وفاهم. لا بص الانسان اللي عنده ثقه في نفسه بيتكلم بهدوء بالعقل بالمنطق، الصوت العالي اللي بيكسب يا عم مش صوت عالي يا عم. ما انا بقول لك مش عليك. كانت لابسه كده زي انا فاكر. بص عود كان لابسه كده زي انا كنت واقف الناس وكنت قال لك كان لابسه كده زيها. على كل كلمه. ايه هي انا النهارده انت راجل مدير مكان نعمل ايه مدير الشركه اللي انت فيها الناس الموظفين كلهم ضاغطين عليك تخطيط مطلوب منك لو حضرتك بتطالب دلوقتي المجلس العسكري بايه بخصوص البنت؟ انا بطالب باعتذار لكل بنت اتسحلت واتضربت، وبطالب ان كل العسكري مد ايده على بنت يجي قدام لايف على كاميرات العالم كلها ويحق البنات دي قدام البنات دي، عشان احنا رجاله، احنا الشعب المصري طول عمرنا بنبني شرفنا برقبتنا. انا لا يدعو مجلس عسكري، ده مجلس تعريف. لا عارف انا ماليش كل حاجه دعوه يا هتدفع. عمي، نحكمها بص مين، ماليش دعوه، انا مش مستفاده، انا واحده غلبانه وحالي على قدي، بس ما رضاش ان اكون داخله الميدان اقول كلمه حق وحد يعزيني. طب ماشي ده بعدين ما شفتش الماسوره دي، انا عارفاها ما شفتهاش اللي بيضربوا بيها دي ماسوره حديد كده بتتسرق، والثانيه تقيله يجي 3-4 كيلو. هي نظام 2 صفيح حديد فيها 2 صفيح حديد. ايوه ده ايه زي الحامل بتاع مطاطية عشان ستالم. حرام ولا مش حرام؟ طب ده السؤال الثاني، ايه ردك لما تبقى في وقت الباكت قالت مطالبة اصدار كبرى مصر واللي هو عادل عامر لما رد قال لها هنظر في موضوع سمات ونفض لها كده بالمعنى المصري. هل تنتظر منه ايه واحنا بقالنا 11 شهر سايبينه بيحاربنا حرب نفسيا وبيجوع الشعب وبيقلب الشعب ضدنا، تنتظر منه ايه؟ ما انا مش عارفين ده ماشي امبارح ساب التاريخ مش هيغفر لحد. بس التاريخ مش انا اللي هقرا التاريخ ده، وربنا برضه مش هيغرب حد. بس انا بقول لك التاريخ مش هيغفر لحد، وربنا سبحانه وتعالى هينصرنا لسبب. اولا دينيا لازم الدول العربيه كلها تنهض وتقوم على رجليها في الدين، لازم المسلمين كلها تبقى قويه والنصارى طبعا، يعني ما المسلمين بس، يعني اقصد الدول العربيه كلها هتنهض. عشان تنهض لازم الزباله دي تمشي، ده دينيا. سياسيا انا مش هبني دوله صح الا لما انضف الزباله الموجوده، فاهم قصدي؟ في واحد من الزباله لسه قاعد بس يبقى لازم نستحل ونموت لحد ما يمشي. هو كيس زباله واحد لازم ناخد كده ونرميه بره او نحرقه. انا ولا اقول يمشي ولا ما يمشيش.
ربنا عايزه امتى يجيله سكتة قلبية دلوقتي؟ يا رب. ها ولا حرامي يطلع عليه على رقبته هو ومراته وعياله ونفتح منه. ربنا اذا اراد شيء وحد كان يحلم من مبارك يمشي يا ابني. انا كنت 30 سنة ده احنا حلم. عليا النعمة كنت شغالة في جريدة وكنت اقول لهم والله العظيم حلم. انا لسه ما مصدق مبارك مشى. ما كنت اروح اغطي اي حاجة بقى يعني أنا تبع يعني بص انا شغالة مندوبة اعلانات. كنت من انا طالب اعلام. ما انت فاهم بقى يعني وصف انا طالب اعلام في جامعة القاهرة. انا ما كنت اجي انزل مع حد والاقي خبر ادبه مش هقول له ايه بداية الدعارة من فوق. بداية الدعارة من فوق صح. من فوق. ابتداء من الملك. انت كنت دكتورة. انت كويس ان ما تكتبيش ولا تعملي حاجة. ما كنت اقول كلمة ما كانت المنصات تيجي تغلى ولا اي حاجة خليكي تحنى يا ست بدل ما امن الدولة تاخدني. افهم ده صعب خايف. كل واحد خايف على ايه؟ ابني تحت من ربنا. انا عمري مش ضمنان. اللي قابض منه لله. انا ما اثقش في اي حد في الميدان الا نفسي. الحمد لله. انا لا تبع حركات ولا ائتلافات. طبعا الحمد لله. مأمنة بقضيتي انا جايه بقول صوتي انا. تسالني عن الحركات والائتلافات اقول لك اخطأوا. نمبر 1 ما نزلوش الاقاليم والفلاحين ونزلوا شرحوا للناس يعني ايه سياسه ويعني ايه دستور ويعني ايه عضو مجلس الشعب ويعني ايه انتخابات. لا فرحوا بالقناه دي والقناه دي والقناه دي والخناقه اللي تاخد الكراسي والاخوانه تاخد الكراسي. لا كويسه ولا لا الدستور اولا ولا الانتخابات اولا. وما حدش شرح للناس اللي مش فاهمه يعني ايه اصلا عضو مجلس الشعب حاجه. وسابوا الاخوان بسم الله. احنا ما نعتبش على الاخوان. لا اله الا الله محمد رسول الله. ده مش هيمشي. يمسكوا البلد. يحكموا بالعدل يقعدوا معانا ما يحكموش. هيمسكوا لا هيمسكوا من اول شهر من قبل 5. هو المجلس اللي اتزور قعد. لا بس يبقى ايه ما نقعدش بقى اللي هو الستم اللي زرعها لنا دي ما نجريش وراه. لا نخاف من الاخوان ولا نخاف من النصارى ولا نخاف الزمالك ولا الاهلي. المطاشه اللي كانت عماله تتذاع والناس عماله تموت في شارع محمد محمود. انا مش كوره. انا الحمد لله انا مش كوره اساسا الحمد لله. فاكر مسرح البالون؟ ما لعبش ماتش تاني يوم والعيال بتموت. ويوم السفاره الاسرائيليه يوم الجدار. مشكله. انا جايه اقول رايي. كل واحد انا بقول يا اهالينا ما تبقوش ضدنا بس برضه اكتم صوت التلفزيون ما تسيبش دماغك لتوفيق وهشاشه واسمه زفت رمضان ولا تامر امين. هو رايك ايه طب في اللي هو توفيق عكاشه اللي هو لا توفيق عكاشه ده خلي بالك ده ان شاء الله هيجي له يوم هتلاقيه ماشي ما بيجيبش ميزان. طب حضرتك عارفه ان هو مرشح نفسه اللي هو انتخابات الرئاسه؟ ايه؟ توفيق عكاشه مرشح نفسه لانتخابات الرئاسه. هو بقول لك هيتجنن والله. ده هو تقبل. ده علي بيه مظهر. عارف علي بيه مظهر؟ هو ده كان عمرو موسى. ده هو والمذيعات ده كمان عمري شفت قناه كامله متخلفه. هو صاحب القناه اساسا. ما احنا نقلب نجيب شغلته هو صاحب القناه. هو شغلته قاعد ما عنديش شغلانه واحده. القناه دي يا اخي البنات اللي عليها يجي لهم شلل في قناتهم. اللي فين لا اصل انا اللي فرعين عشان تعرف ده موال اساسا. انا عايزه اعرف هو بيقول ايه للناس الغلابه لان انا عندي اختي احنا ما بنعلمش بنات بنجوزها. ده سعيد صح؟ لا عادي فلاحه. طب فين طيب؟ بس هو في الايام الاخيره في السنين الاخيره ما كانش ينفع بنات تتعلم. دلوقتي علق بنات. التعليم مجاني. مش على مجاني. لا يعني مصر يعني بس هو التعليم كويسه كانت بتتصدر من خلال التعليم. المهم بتحب لا تصدق توفيق وكده. لا حياة في العلم. لا توفيق كان متفرج عليه في حلقه واحده لما بكون حاسس ان نفسي تعبانه الناس اضحك وفرفس واتفرج عليه موت على نفسي من الضحك. راجل زي العسل في حكايه الضحك. ايوه انت عايز تضحك تتفرج عليه بس غير كده لا. زي القذاف كده زيه عايز تضحك اتفرج على القذاف. انا وحشني اللي معاه والله. انا وحشني القذاف الصراحه. هو الدكتور بس وحشني الكوميديا اللي هو كان مديها لنا. والكتاب الاخضر لما فضل واقف لابس نضاره عمال يقول بس سوف مش عارف ايه يا عم قول اتنحى. انا بقيت قاعده في التلفزيون عبيط وفي الاخر ما اتنحاش. انت منتصر يوم مطلع في عينيك. وقاعده اتفرج بقت انا بكيت يوم التنحي بكيت. تقول هتنحى وقعد يعيزنا وانا عملت يا عم اتنحى يا عم مش عايز يتنحى. المشكله هو يذكر لو حضرتك مش ملاحظه ان هو يذكر ايام حرب اكتوبر لما يذكر اللي عمله في اللي هو 30 سنه اللي هو مفيش حاجه عملها غير حاجه واحده بس المترو. ليه انت ما تعرفش بقى اللي كاتب امريكاني نزلها له
العمولة اللي خدها حرب الخليج، حرب الكويت، برافو عليك يعني. 150 مليون دولار. وهو الامر فتح اللي هو لاكوتا السويس لعبوا رحمه الثورات الامريكيه عشان خاطر حرب على العراق. فليبيا عايزه تشتري سلاح، فاحنا طلبوا من الرئيس بتاعنا ايه؟ واحد يكون بيفهم في الطيارات اللي هيشتروها، وبعتوا مبارك خد عموله من الشركه اللي هتبيع له القرضات. والكاتب الامريكاني بدم قليل مش هيولعوا على النار دي ولا؟ ياخد عملات علينا احنا، مش ياخد عملات. لا بس حضرتك دلوقتي المطالب ايه طيب؟ مطالب بتاعتك عموما او بتاعت الناس؟ مطالب. مين؟ انا نازل لا انا يوم 25 هنا نفس ما نزلت اللي هو جمعة الغرب. اخدتك معايا؟ هروح معايا. انا نزلت صراحة ما كنتش كذاب عليك. الحكومة بتدخلنا الشوارع الجانبية من عند فلان بس خلعك. بقول لك انا كان نفسي اكمل. انا عارفة انا ساكن منطقة اسمها ايه اللي هي الشمس منطقية وكده. نزلت الجمعة الغرب، نزلت في اليوم اللي هو المفروض جاي من 3 4 ونزلت في الاول يوم قبل السنة. والله العظيم اللي حضر كل ده انا حضرت والله العظيم. انا بقول لك اللي حضر كله دوت، اللي حضر 28 يناير، اللي حضر 8 مارس، اللي حضر 18. لا عشان ما كنتش كذاب. اللي حصل انا الصراحة حضرت كله، بس في الثورة هم 8 ايام بس. لكن بالله العلي العظيم والله العظيم خيامنا هنا. شكلك كده هجوزها لك. خيامنا هنا اقسم بالله العلي العظيم. كان في خيمة هنا مش عارف، ما حدش عارف تبع مين يعني. احنا اغلب الخيم هنا عارفين هنا. لا هنا كان هنا يعني الاكل ومش عارف. لا هنا كان 6 ابريل قالت هنا كان في 6 ابريل دي فيها شك. انا مشك فيها ليه 6 ابريل. تخيل بقى بعد ما اتضربنا في الصينية بقى يقول لك 6 ابريل دول انا ببص ما ينفعش عشان 6 ابريل دول هو كفايه الشراره اللي بدات الثوره. صراحة الثورة دي ربنا هو اللي أراد إنها تقوم وكده. بقولكش الثورة. أنا ما نزلتش خط التبريد. أنا ما نزلتش أنا نزلت من نفسي. أنا نزلت عشان قلت في ثورة مبارك هنزل. ده حاجة عن مبارك هي نازل. لا حركة كفاية كويسة كويس. كفاية كويسة. كفاية طول الأمراض الدرس. حركة انت قلت عليك بس المطالب ايه؟ المطالب انت عندك يوم 10 فبراير دوت الجيش حق بنت بس. مفيش اللي هو لغاية فكرة السلمي او مصير يمشي قاعدة. نعم. علي السلمي خرج من 3 ايام على التلفزيون قاتل TBC بيتكلم يقول انا كنت الضحية لمجلس الكده اولا، وكل المصدق ان فكرة السلمي اتلغت. انتوا كلكم عايشين في العشر. وانا عارف بعد كام ده هروح هتحاكم عند المشير. فكرة سلمي انا عاملها بنفسي ولسه قاعدة مكتوبة بالنص. يا جماعة اتلعب عليكم كتير قوي، وانا عارف بعد ما يطلع قانون النهارده اتحاكم. يعني الحركة لسه تحت بتلعب بيه. طبعا احنا موجودين. قاعدين ناس حركة عموما حركة المسكين. احنا هو بيستعمل معانا سياسة النفس الثورة. احنا قاعدين برضه. معلش يعني هو لا انا يعني يا نادي هترسمه؟ هترسمه يا صديقي. انا بس اللي هو اللي كنت اعلان بس مسجل، كنت عايز اعرف بس هترسمه. يلا بالطول كده انا ناوي لحد. طب يا جماعه هو لسه النور مطلعش، مش هنولع النور ولا ايه؟ عايزين حد يشوف هتحطه على الارض. حط كده نكمل كده حد يعمل لي علامة ايه؟ لا يمكن
يا نادي ايه يا نادي بتروح فين؟ تعال نعرف بس هما يرسموا ايه الفاضل الاول. تعال بس يرسموا ايه؟